بك وبالمشاهدين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، حياكم الله مع البرامج التي تلقيها هذه القناة الطيبة المباركة في موضوع يهم أن نكون فيه على دراية. ذلك موضوع النقد العلمي في الإسلام وأهمية هذا النقد وما ينبغي من أن نعرفه من خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، لما للنقد من ترسيخ للقيم، ولما للنقد من توضيح للحقائق، ولما للنقد العلمي في الإسلام من أهمية معرفة الأخطاء وفق الضوابط الشرعية. في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى نتعرف على ضوابط هذا الموضوع، نتعرف على أبعاده، على أهميته، على ما يمكن أن يكون عليه هذا الأمر المهم من تجلية لكل الجوانب التي تتعلق به إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، في بداية لقائنا هذا الطيب المبارك إن شاء الله، ما المقصود بالنقد في مفهومه الذي يتعلق أن يعرفه في مفهومنا الإسلامي؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذين المصطلحين، مصطلح الحق ومصطلح الهدى. والحق إلى حد كبير مرتبط بقضايا التصورات إن صح التعبير، فقضايا التصورات تبنى على الحقائق، وقضايا السلوك والعمل يبنى على الهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأمرين معا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ومن أعظم المقاصد التي يمكن أن نقول جاء بها القرآن الكريم، أو الغايات الكبرى للقرآن الكريم كما تحدث عنها بعض علماء علوم القرآن، تحدثوا عن 3 غايات كبرى تكاد تنتهي إليها الغايات المتفرعة. هي غايات القرآن فيها كثير من الغايات، لكن هنالك 3 غايات مهمة خصوصا في ما نحن فيه الآن من موضوع النقد. الغاية الأولى هي غاية الحق. فالقرآن يدور في كل صياغاته وسياقاته يدور حول مفهوم الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وما يصدر عنه هو الحق، وخلقه الحق، وكتابه الحق. إذا مفهوم الحق هذا مفهوم أصيل. وبالتالي أي محاولة للخروج عن هذا المفهوم تجرنا مباشرة إلى قضية الباطل، والباطل لا يقر ولا يجيزه القرآن الكريم ولا تتحمله الرسالات. إذن هذا مفهوم أساسي في قضية النقد التي نريد أن نتكلم، ما الذي ننقده أصلا. نعم. النقطة الثانية في الغايات هي مفهوم الصدق أو غاية الصدق، وهو مطابقة الأمور للوقائع. ولذلك القرآن أيضا ركز في هذا المفهوم، وخصوصا في منطقه وفي بيناته وفي دلالاته وفي هداياته، فإنه يركز على هذا المفهوم. ويمكن قبل كده تكلمنا عن قضية الصدق وأعطيناها حظها، لكن هي هنا من الغايات المهمة جدا. وهنا أيضا الناقد لا بد أن يدرك أنه والله هو هل يدور مع غايات القرآن أم لا يدور مع غايات القرآن. إذا أن الغاية الأولى هي غاية الحقيقة والحق، الغاية الثانية هي غاية إيه؟ الصدق. غاية الحقيقة يقابلها الباطل، تقابلها الأوهام، تقابلها الأساطير، تقابل كل ما ليس بحق في قضايا التصورات يمكن أن يدرج في الباطل، وما كل ما له علاقة بنقيض الصدق الكذب. أيضا إذا قلنا بأن من غايات القرآن إقرار الصدق والعمل به، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. هذه مسألة آية أيضا مركزية في موضوع النقد الذي نحن أيضا بصدد. النقطة الثالثة غاية العدل. هذه الغاية سبحان الله، الإمام الحكيم الترمذي عليه رحمة الله من الأئمة في القرون الفاضلة متقدمة في السلف رضوان الله عليهم، ركز على هذه الغايات. وبالتالي هنا لا بد أن أؤكد ابتداء قبل أن ندخل في مفهوم النقد إلى أن القرآن الكريم مركزيته على هذه الثلاث: الحق والصدق والعدل. يا سلام. طيب،
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب هذا مفهوم. المفهوم الثاني مع هذه الغايات أيضا في مفهوم له علاقة مركزية بما نحن فيه، وهو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن والله نقبل المعروف وننكر المنكر. ربما مصطلح النقد قد لا تجده بهذه المفردة، إنه نقد وما نقد، لأنه سنأتي إليه، لكن القرآن الكريم ركز في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب كل ما يتعلق بالأطروحات، مقالات، تصورات، مذاهب، غيرها من القضايا، مقالات أيا كانت علمية أو كانت بحثية إلى غير ذلك، فإن الإنسان إما أن يكون فيها قائم على الحقائق وإما أن لا يقوم على الحقائق. نعم. وبالتالي أنت ممارسة النقد أو قضية النقد على وجه التحديد هي النظر إلى الأفكار والتصورات والمفاهيم بنظرة موضوعية، بعيدا عن التشخيص أو الشخصنة، بعيدا عن قائل هذه المقولة، والتعاطي معها وتحليلها وتقويمها وتقييمها، ثم الحكم عليها بعد ذلك بالسلب أو الإيجاب. باختصار هذا هو النقد. يعني أنت عندما تقول والله هذه مقالة نقدية، النقد لا يعني أنه والله الرفض المطلق ولا يعني القبول المطلق. النقد هو وهو مأخوذ من النقدين اللي هو الذهب والفضة، يقال عنهما النقدين. لماذا؟ لأنهما يتعرضان لحرارة والنار وكذا فيخرج الذهب الصافي ويقال هذا نقد. فكأنما الناقد يريد أن يتعاطى مع مقالة من المقالات أو طروحة من الأطروحات أو كلام من أي قائل، يريد أن يتعاطى معه أين نقاط الصواب وأين نقاط الخطأ. وهنا طبعا لا بد أن نضع أمامنا والذي جاء بالصدق وصدق به. يعني أنت مهمتك أن كل ما هو صدق تقبله، جميل. وكل ما هو حق تقبله بغض النظر عن قائله والله حتى لو كنت تكرهه أو تبغضه إلى غير ذلك. هذه مسألة على كل. فموضوع النقد باختصار شديد، هذه يمكن مقدمة له، هو كيف نتعاطى مع الأفكار ومع الأطروحات تقويما وتقييما وبتحليل موضوعي بعيدا عن ذات المتكلم أو ذات القائل، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحكم عليها بالصواب أو بالخطأ، بالقبول أو الرفض. هذه تقريبا باختصار موضوع النقد وتعريفه. يعني جميل جدا، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الاستهلال اللي أصلتم فيه ووضحتم ما معنى يعني ما نريد الكلام فيه من النقد. ولعله من المفيد أن يعني نبين أن النقد يتجه للأشخاص ويتجه كذلك يعني لما يصدر من أطروحات أو مقال أو كذا، لعل حتى يعني يكون النقد يعني منبني على أسس قويمة من بعض الضوابط التي حقيقة تجعله مقبولا. ممكن نشير إلى هذا الجانب فضيلة الشيخ، الضوابط التي يجب أن تراعى في المنقود شخصا كان أو ما ينتج من الشخص من طرح أو فكرة أو مقالة أو غير ذلك. بارك الله فيكم. أولا لابد أن نؤكد بأننا في زمان نعم أتيحت فيه للناس فرص الحديث، فرص الكلام، فرص الكتابة ونشرها في نفس الوقت. صحيح. فمن هو أهل لأن يتكلم أو ليس هو أهل لأن يتكلم على الأقل في القضايا ذات البعد العلمي، الكل اليوم يتكلم في الدين، يتكلم في السياسة، يتكلم في الاقتصاد، يعني متاح لك. وخصوصا عندك منبرك الخاص اليوم، تقريبا كل إنسان بإمكانه أن يعمل قناته الخاصة وينطلق ويتكلم، ويبقى بعد ذلك قدرة الناس في أن تتعاطى مع هذا الكلام وكيف تحاكم هذا الكلام. وخصوصا قد يتأذى من هذا النقد الذي يوجه أحيانا للمقولات أو للأشخاص. كثيرا ما يحدث فيه خلط أحيانا بين الشخص وبين الفكرة، وأحيانا يكون النقد نفسه لا يصدر ممن هو أهل له، كمن يتكلم في الفيزياء وهو لا يعرف شيئا عنها، كمن يتكلم في الرياضيات وهو لا يعرف شيئا، كمن يتكلم في الشريعة قبل أن يمتلك أدواتها أيضا. وبعض الناس يتصور كأنه والله الشريعة هي عبارة عن كلأ مباح يمكن لأي إنسان أن يدخل عليه وأن يتكلم فيه. فأنا أقول أول ضابط في موضوع النقد، أنت تريد أن تنقد أشخاص، تريد أن تنقد جماعات، تريد أن تنقد مقالة من المقالات، أول قضية نعم
تتجه إليها هو أنك تتأكد بأن هذا الموضوع ثابت. جميل. أول قضية إنه والله هذا تريد تنقد شيء، هل هو أصلا موجود أو ليس موجود؟ نعم. لأن أحيانا قد تنقد شيء بعد فترة يقول لك ما قالها فلان أصلا ولم تثبت عن فلان. فالقضية الأولى التي لا بد أن تتجه إليها قبل النقد هو التثبت. جميل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والقراءة الثانية فتثبتوا. جميل. الإنسان لا بد قبل أن ينقد الرجال أو الأشخاص أو الجماعات أو أي فئة من الفئات لا بد أن يتثبت. فإذا ثبت كما قيل علماء الجرح عندهم يقولون اثبت العرش ثم انقش. نعم. بمعنى إذا أردت أن تأخذ من الحديث حكما تبني عليه جانب عملي، أول حتأكد من أن الحديث صحيح، هذه يسموها اثبت العرش. فإذا ثبت أن الحديث ليس صحيح لا تستطيع أن تبني عليه إيه؟ أحكام. نفس الطريقة مقالة غير ثابتة لا تستطيع أن تبني عليها نقد، لا تستطيع أن تبني عليها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فهذه أول النقطة الأولى التي لا بد أن يقدم عليها الشخص، يتروى يتثبت، ينظر إلى المواقع التي صدرت فيها. وهنا عندما أتكلم عن التثبت خصوصا نحن اليوم التكنولوجيا بدأت تساعد في عملية التزوير بشكل كبير جدا. يعني أنا أجيب صورتك وأدخل عليها كلام والناس تقبل في إشكال. كما الآن هذه الفترة الأيام السابقة رأينا كثير من الشخصيات دعاة ومشايخ وسياسيين وكذا ينسب إليهم أقوال وتبقى الناس بين رافض وابتداء تثبت. جميل. قبل أن تخوض في أنه والله تخوض مع الخائضين لابد من التثبت. وهذه سبحان الله من أقوى قواعد النقد في القرآن الكريم قاعدة التثبت. وهذه سبحان الله يقي الله تبارك وتعالى بها الأنفس، ويقي الله تبارك بها الأعراض، ويقي بها كثير من الفتن تغني الإنسان بالتثبت بأنه والله يقف. النقطة الثانية إذا ثبت الكلام، نعم، تأكدت من أن والله الكلام ثابت، إنه والله فلان أو زيد من الناس تكلم في موضوع وهذا الموضوع فعلا ثابت، سواء اتصلت به وقال هذا الموضوع صحيح أو سألت الخبراء بأنه فعلا هذا الموضوع مدبلج ولا حقيقي، أو منشور في منصة من المنصات الموثوقة أو في منصة الشخص نفسه ناشرها، وبالتالي تأكدت أن والله هذا الفيديو أو هذا البيان أو ثابت. تأتي الخطوة الثانية، نعم، أو الضابط الثاني، هو أنك تتحرى بشكل واضح ما المقصود من الكلام. يا سلام. كثير من الناس كما قيل يعني يتوه في قضية المقاصد، لأنه كما يقال كثير ما يختلفون حول مقصود لم يرد أو مراد لم يقصد. أحيانا يكون في شخص قال قولا لم يقصد ما ذهبت إليه أنت في التحليل أو في القراءة، فلا بد أن تتأكد أن والله هذا السياق الذي ذكر فيه فلان هل فعلا قصد ذات المعنى الذي تريد أن تنقده أم لا. أنه أحيانا إذا أنت والله حاولت الكلام مثلا فيه احتمال، مثلا فيه احتمال أو فيه احتمالات، السلف رضوان الله عليهم يقولون بأن والله أنت لتحاول أن تبني على مقولة من المقولات لا بد أن لا يتطرق إليها الاحتمال، أنه يقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، مش كده؟ نعم. أيوه. فلا بد حتى لا يقول لك يا أخي هذا ليس مقصودي، لا بد أن تتأكد بالوسائل المتاحة لك من أن والله هذا الفهم الذي فهمته مقصود لإيه؟ مقصود للمتكلم أو مقصود لصاحب المقالة، ربما لا يكون مقصودا. وهذه ليست فقط للمعاصرين، حتى للسابقين. بعض الناس سبحان الله يقول كلاما ثم تجد المقصود في مكان آخر، يقول كلام فيه اشتباه، ولكن في موطن آخر يكون جل هذا الاشتباه ووضحه بصورة كبيرة. فأنت هنا مطالب عند قراءة شخص، مثلا عند بعض الشخصيات من تريد أن تنقد كاتبا أو مفكرا أو شخص ارتحل من هذه الدنيا ويريد أن يجري قراءة نقدية حول مؤلفاته وكتاباته، لا يلزمك هنا أن تقرأ كل المؤلفات بحيث تعرف تحمل المحكم على المتشابه، تحمل اللاحق على السابق وهكذا. يعني أنت تشوف كيف يكون المقصود يحدد بشكل دقيق. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن يكون الناقد عليم بما ينقد. جميل. ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني بعض الناس يريد أن يدخل في مسألة، حتى سبحان الله حتى من الشرعيين،
هو يتصور كونه والله درس بعض الدراسات الشرعية وعنده ثقافة شرعية، يتصور بأنه بإمكانه أن يفتي في كل شيء. ليس كذلك. أحيانا حتى في طلاب الدراسات، طلاب الشريعة مثلا، تجد من هو ما شاء الله بارع في باب العبادات، ومنهم من بارع في باب المعاملات، وفي باب المعاملات منهم من بارع في باب البيوع، واحد آخر بارع في أحكام الأسرة، وهكذا، واحد بارع في الجنايات، وهكذا. فأنت إذا استطعت أيضا أن تعرف ما هو تخصصك، وهل المسألة المطروحة التي تريد أن تدخل غمارها تمتلك الأدوات، هل تمتلك العلم، هل تمتلك المعرفة، هل تمتلك فعلا نعم. ما يمكن أن تقوله في هذه المسألة، أم أنك لا تمتلك ذلك. هذه برضو مسألة مهمة جدا في موضوع النقد وضوابط هذا النقد. نقطة مهمة جدا، وهذه نقطة أخلاقية، وهو أن الإنسان عندما يريد أن ينقد يكون مقصده الوصول إلى الحق والإخلاص لله تبارك وتعالى. جميل جدا. هذه طبعا للأسف كثيرا ما يمكن أن تكون أدواتك جيدة وعندك القدرة وعندك الإمكان وتثبت وكذا، لكن مدخلك إلى النقد ليس مدخلا خالص لوجه الله تبارك وتعالى. قد يكون مقصدك إسقاط حزب، أو مقصدك إسقاط شخص، أو هدفك التشويه، أو هدفك التشهير، أو هدفك الظهور، إلى غير ذلك من المقاصد. والله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كثير من السلف رضوان الله عليهم يقدمون على شيء ثم يشعروا بأن والله نيتهم فيها إشكال فيتركون هذا الشيء. فلا بد عندما تقوم بعمل كتابة أو كلاما أو مراسلة أو اتصالا أن تتأكد من نيتك قبل، وهذا ضابط أخلاقي. نعم. هذا الضابط، لا نعرف أنت نيتك إيش، لكن هذا ضابط أخلاقي. النقطة الخامسة في موضوع الضوابط أيضا أن يكون النقد بعدل وإنصاف. يا سلام. أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، والله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمطلوب أيضا أن يكون هنالك عدل وإنصاف في النقد. فبعض الناس نتيجة خطأ أو خطأين في كتاب أو 3 أخطاء في كتاب يريد أن يهد الكتاب كله. فلو أنك أنصفت الشخص تقول والله إيجابيات الكتاب أو إيجابيات المقالة أو إيجابيات البحث وما فيه من فوائد وما فيه من جهد مبذول، ثم تبدأ بعد ذلك في تناول الأخطاء التي تراها، فهذه على كل مسألة لها أيضا علاقة بالضوابط. النقطة السادسة، وهذه يخطئ فيها أيضا كثير من الناس، التفريق بين الفكرة أو بين القول والقائل. نعم، ضروري. حتى لا تذهب في اتجاه الهوى والتشخيص، لأن الناس سبحان الله لا يحبذون إسقاط الكرامة الإنسانية. فبعض الناس يخلط في نقده للفكرة بين ما هو نقد للفكرة ذاتها وهدمها وتناولها بكل ما فيها من أدوات، بما عندك من أدوات علمية، وبين أن تذهب في اتجاه تشويه الشخص أو إسقاطه أو تناول قضايا لا علاقة لها بالفكرة. قد يكون هذا الشخص في كثير من الأشياء غير موضوع المقالة عنده فيها أخطاء، أو عنده سلوكيات لها علاقة به على المستوى الشخصي. بعض الناس يخلط ما بين كما يقولون بين الذات والموضوع، يعني فيها على كل إشكالات. أيضا لا بد أن نفرق بين الفكرة. فمثلا هنا نلاحظ مثلا لوط عليه السلام يخاطب قومه يقول وإني لعملكم من القالين، فعبر عن كراهيته للعمل، يعني أكره عملكم. لاحظ، تجنب أن يقول لهم، يوجه الكراهية لهم مباشرة كذوات. يمكن يعني قضية التمادي على هذا الشيء وكراهية الإنسان بعد ذلك لإصراره دي قضية، لكن ابتداء يجب أن تفرق بين الفكرة وبين قائلها. أيضا الاعتماد على الدليل. نعم، ضروري. عندما تنقد لا بد أن يكون عندك أدلة، عندك بينات، عندك براهين. يعني مثلا تريد أن تثبت فكرة معينة تجاه جماعة بعينها، لا بد أن تأتي بالبينات. وعندما نتكلم عن قضية البينات فهي عديدة جدا، قد تكون بيانات، قد تكون وثائق، قد تكون مسودات، قد تكون أشياء، كل ما يمكن أن يسمى دليلا، وهو أن من خلال النظر إلى الشيء تستطيع أن تثبت أن والله هذا الأمر تثبت به الحجة أو يثبت به البرهان أو تثبت به البينة. ودي مسألة، لأنه كما هو معروف البينة على المدعي
نعم. أنت تريد أن تقدم دعوة لا بد أن يكون أيضا أن تقدم هذه البينة في أسلوب حسن تكون مقبولة. من الضوابط أن تكون مقبولة، وأن لا يكون فيها التهريج، وأن لا يكون فيها إساءة للأدب، وأن لا تصاغ كذلك في صورة في صورة يفهم منها إساءة إلى الشخص صاحب الفكرة. أيضا لا بد، وهي حقيقة موضوع الضوابط يعني فيها الكثير من القضايا، أن تراعى قضية المصالح والمفاسد، بمعنى الفكرة التي تريد أن تقولها هل والله في هذا التوقيت وفي هذا الزمان أو في هذه الحال وتجاه الشخص المحدد هل والله تخدم أم لا تخدم. يعني بعض الناس سبحان الله يكون في شخص في قضية من القضايا أو في مظلمة من المظالم. نعم. كما مثلا يعني تحصل معنا في الحالة العامة أحيانا يقبض شخص والسلطات التي تقبض عليه يكون سلطات ظالمة، فبدل الناس تتفاعل مع حالته ومع مظلمته يذهب الشخص اللي يأتي بنقده في كثير من قضاياه. لاحظ هنا الزمان والمكان والحال قد لا يكون مناسب لأن من ناحية مصلحية، وما يترتب على ذلك من مفاسد قد يكون أكبر من المصالح. فهذه على كل أيضا لا بد من نقطة أخيرة نختم بها، لأنه حقيقة موضوع الضوابط كثيرة جدا. نقطة نختم بها موضوع الضوابط، وهو إذا تبينت لك الحقيقة المجردة سواء من خلال الحوار، من خلال المراسلة، من خلال أحيانا يكون صاحب الفكرة ومن يريد أن ينقده قد يتبادلان يتبادلان المراسلات، أو قد يتبادلان النقد العلني في صفحة، في مجلة، في جريدة، في موقع من المواقع، يتبادلان الحوار. إذا تبين لأي منهما أن الحق مع فلان أو أن الحق في الاتجاه الفلاني، فإن الواجب الشرعي هو أن تكون مع الحق، لقوله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم. هذه بعض الضوابط على كل إن شاء الله. بارك الله فيكم، حقيقة ضوابط مهمة ومفيدة في بابها، جزاكم الله خير. لعل أيضا من الضروري أن نشير إلى بعد ما تفضلتم به من قضية النقد، ويعني كون الإنسان يعني ينقد ما عند هذه مسألة يعني يحصل فيها بعد النزاع في واقع النقد الآن في ساحتنا. قضية أنه تعرض للنقد هل يعني يلزم منه يعني الدخول إلى خلفية ومراعاة ما عنده من الإيجابيات مثلا، ولا الموضوع اللي يتحدد بالنقد يعني هو فقط اللي يعني الإنسان يتولاه؟ هذا جانب. الجانب الآخر أيضا مع النقد وقضية النقد اللي هو عنده منطق شرعي، وقضية أيضا الغيبة يعني ذكر هذا الإنسان، والتفريق في هذا الباب أيضا من الضروري حتى يكون الإنسان يعني عندما يعني يتكلم فيما يعني هو مأزوم فيه، ولا يأتي إلى الغيبة أو القمط من يتحدث عنه. بارك الله فيكم. لا، هي طبعا المشكلة الآن في الساحة العامة خاصة في السوشيال ميديا في إطار الصراعات سواء بين الأحزاب، بين الجماعات، بين الأفراد، بين الحكومات والمعارضة. هي الإشكالية الكبيرة كثير من الناس سبحان الله يذهب مباشرة إلى منطق الإسقاط، يعني هو خلاص عدك خصما أو عدك عدوا، وبالتالي هو لا يذهب أصلا إلى التجريد فيما يتعلق بالأفكار، ولا يريد يحاكم فكرة، فيذهب إلى أسرتك ويذهب إلى قبيلتك ويذهب إلى أبيك ويذهب إلى أمك ويسيء إليك، يعني ويأتي ربما من الأقوال ما كما يقول فيك ما لم يقله مالك في الخمر. هذه كلها طبعا ليست من الأساليب الشرعية فيما يتعلق بالنقد. المراد به وجه الله سبحانه وتعالى، والمراد به كذلك التقويم. يعني هو الناقد في حقيقته ماذا يريد؟ الناقد في حقيقته خادم للفكرة وليس هادم لها. خادم الفكرة بمعنى هو يريد أن يقوي جوانب القوة في الفكرة ويبعد جوانب الضعف فيها. فهو من حيث يعني إذا تعامل بعدل وإنصاف هو يخدم صاحب الفكرة. فكأنما تقول لي صاحب الفكرة والله فكرتك فيها جوانب قوة أو فيها جوانب ضعف، لو أنك تجنبتها ستكون أقوى. طبعا هذا هي لابد أن نقول بأن موضوع النقد المراد منه هو الإصلاح، هو التقويم، هو تعزيز الفكرة الصائبة واجتناب الفكرة، يعني تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي الخلط ما بين الشخص وما بين الفكرة واحدة من إشكالات الكبيرة جدا، أنها أحيانا لا تقبل. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي فلان
شخصية مسيئة، شخصية بتاع الشتم، شخصية أنا لا أسمع إليه. طبعا تقول لي يا أخي لا، أنت شوف الجوانب العلمية فيه، يقول لك لا أسمع، أنا لا أفرق بين الجوانب الأخلاقية وبين الجوانب العلمية. لاحظت؟ فأنا هنا بعيدا عن أنه هذا الموقف صحيح أو لا، يعني ممكن أحيانا بعض الناس عندهم القدرة على أن يفرقوا بين الموقف العلمي التجريدي وبين الموقف الأخلاقي للشخص، فيقول لك والله أنا لا تعنيني سلوكيات الشخص لكن يعنيني أداءه العلمي. لكن بعض الناس لا، يقول لك والله هذا الشخص بمجرد أن أسمع إلى كلامه أنا أثق بأنه، أتأكد أن هذا الشخص لا يصلح معي. فعلى الإنسان أن يدرك بأنه والله عندما يدخل في الجوانب الشخصية وتشخيص الأمور ويدخل في الإساءات، كلامه هذا لا يكون مفيدا، لا يكون مفيدا. فإذا أراد أن يكون الكلام مفيد يجب أن يفرق. أهم قاعدة هو التفريق بين الفكرة وبين القائل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنالك يعني من أمور يجب أن كذلك أن يراعيها الناقد، وذلك متى يمكن أن يكون النقد يعني إذا ما حقق يعني مقصده الشرعي، هل يصل إلى أنه الإنسان يمتنع عنه مثلا، بدل يعني قد يكون مثلا يتسبب في مفسدة، فممكن مثل هذا يعني الأحرى أن يمتنع، ولا ممكن يعني كما يحدث الآن من مفاسد من بعض يعني المتحدثين؟ بارك الله فيكم. وعلى كل ضابط المصلحة والمفسدة هذا ضابط أساسي في موضوع يعني مثلا لو بالإمكان أنك تصلح ما تراه فاسدا في مقالة أو ما تراه فاسدا من موقف لشخص، ما رأيك لو أنه اتجه مباشرة إلى الشخص فراسله أو تواصل معه أو جلس معه ليكون التصويب من نفس الشخص وليس من خلال شخص آخر مثلا؟ ويمكن هذه تكون أفضل طبيعة الحال. يعني فنحن لا نريد أن نقيد الناس بحيث والله لا يكون هنالك نقد، لكن نقول بأنه والله كلما كان النقد مراد به وجه الله عز وجل وصاحبه يريد الإخلاص ويريد تقويم الفكرة، فكلما تعامل مع صاحب الفكرة على أساس الأخوة والمحبة والود والصداقة وكذا يكون أفضل مما يكون الحديث عن طريق عن طريق المواقع المختلفة يعني. فهذه على كل ضرورية في تقديري، وتساعد الإنسان في أنه يعني يكون نصحه مقبولا ومقالته أيضا مقبولة وتكمل ما. لكن إذا كان والله ما في سبيل للتواصل مع الشخص وانتشر أو الشخص نفسه مصر، تواصل معه الناس وحاولوا أن يجادلوه، وخصوصا هنا أتكلم عن أصحاب المقامات العلمية الكبيرة. أصحاب المقامات العلمية الكبيرة هو نحن لا عصمة لأحد بعد رسول الله هكذا نقول، لكن أيضا ما معناها والله التجرع على الكبار يكون من الصغار. هذا الشخصية العلمية الكبيرة أن يناقش ممن هو في مقامه أفضل من أنه يناقش أو يعني تأتيه المسألة من شخص أصلا ليس أهلا لأن يقدم له. لكن في كل الأحوال إذا لاحظ الشخص بأنه والله الشخص مصر على موقفه وذاهب إلى النهايات كما يقولون، والمقالة واضح فيها الخطأ، إما أنك والله تتجه إلى من هو أقدر على الرد من العلماء من الدعاة من كذا بحيث تكون هنالك تكافؤ في الردود، وإما إذا لم تجد فلا حرج أن تعلن عن مقالتك وعن رأيك، ولكن مصحوبا بالأدب ومصحوبا بالخلق ومصحوبا برعاية مقام الإنسان. نعم. رعاية مقام الإنسان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعل يعني الموضوع فيه من الحقيقة من الدسامة ويعني أهمية محاور كثيرة، لكننا في حلقتنا هذه نختم فضيلة الشيخ بمراعاة بعض الآداب فيه حقيقة. ومن هذه الآداب فضيلة الشيخ قضية أنه حقيقة الأمانة العلمية في النقد، بحيث أنه الإنسان ما يعني يلقي على من ينقده يا إما يجتزئ أو ربما يصب عليه ربما كلام لم يكن في الحقيقة كما هو. ففي الآداب في هذا الأمر لعل أن يعني تعطونا شيء مما يعني يخدم هذا الباب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، هو حقيقة موضوع الآداب طويل يعني. نعم. الآداب المطلوبة لقضية النقد وقضية أيضا الأخطاء التي يمكن أن ترد تحدث. نعم. لكن هنالك نقطة في تقديري مهمة جدا، في ثلاثية أشبه ما تكون هي بأركان النقد. نعم. الركن الأول هو ذكرناه تقريبا في الضوابط، اللي هو ركن الدليل. نعم. والركن الثاني قلنا ركن العدل. نعم. والركن الثالث ركن التثبت.
أي نقد لا يمكن أن يكون نقدا موضوعيا إلا إذا ارتكز على هذه الأركان. جميل. وهنالك مقولة مهمة جدا تقول: إن كنت ناقلا فالصحة، نعم. وإن كنت مدعيا فالدليل. يا سلام. لاحظ، مثلا أنت تريد، نقلت عن شخص، نقلت عن ابن حجر، نقلت عن النووي، نقلت، أهم ما يلزمك في النقد من حيث الأمانة العلمية أن هذا النقد يكون صحيحا. جميل. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا، ونقير النقد، أنت عندك دعوة تريد عندك قضية تريد أن تثبتها. نعم. مش كده؟ الدعوة التي تدعيها لا بد فيها من دليل. جميل. وكما قال القائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، تتحول إلى دعي ولست صاحب حجة ولا سبب. وبالتالي هنا لا بد أن ندرك بأن إذا نقلنا يجب أن نتثبت ونتأكد من صحة ما نقلناه، والنقل يكون من المصادر الأصلية. يعني أعطيك مثال. مرة كان يتداول بعض الأفاضل في جروب من الجروبات كلام للإمام الشافعي، قيل أنه الإمام الشافعي، يقول لك: قال الإمام الشافعي. سبحان الله، من يؤتى ملكة القراءة في كتب السلف يعرف أنه والله أسلوب كل شخص. يعني الذي يركز في الإمام الشاطبي يعرف أسلوب الشاطبي، الذي يركز في شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف أسلوب شيخ الإسلام، الذي يقرأ للإمام الشافعي أيضا يعرف كلام الإمام الشافعي. أمين. فأنا سبحان الله يعني لفت نظري عبارات هي فيها سجع وجميلة وكذا، ويريد صاحب الذي يمررها يريد أن يؤكد الألفة والمحبة وكذا لكن لم يلتفت إلى صحة النقل. فأنا سبحان الله العبارات عندما يتكلم عن قضية الجسور وما الجسور وكذا في بعض الأشياء وجبر الخواطر وجبر العناية والضمائر، الكلام شككت أنه الإمام الشافعي. يعني كثير من المفردات هي مفردات عصرية وليست مفردات السلف رضوان الله. نعم. فأزعجني هذا النقل سبحان الله، فبدأت أبحث في المقولة. ما الذي حدث؟ سبحان الله، هنالك شخص أتى لكلام الإمام الشافعي في حدود نصف سطر، كلام الشافعي في نصف سطر، لكنه ما قفل القوس، واصل في الحديث. يعني هو يريد أن يبني على مقولة الإمام الشافعي كلامه. جميل. لاحظ، فدمج كلامه مع كلام الشافعي، فظل ما ينقل عنه لأن القوس لم يغلق، اعتبر أن الكلام من أوله إلى آخره الإمام الشافعي. ولاحظ بعد كده المتاهة التي يقع فيها الإنسان في مثل. فعلى كل، من قضية الأمانة العلمية أولا التثبت، لا بد من الأمانة العلمية. قضية أنك أيضا الصحة، أنه أنت تنقل يجب أن تنقل نقلا صحيحا وأن تنقل من مصادره. يعني لو أمكن كلام الإمام الشافعي أو الشاطبي أو ابن تيمية لا تنقله بواسطة، لا تنقله بواسطة. وللأسف الشديد يعني أحيانا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل كلام ويقول بعضهم، لاحظ، ويقول بعضهم، هو ناقل عن آخرين، ثم يورد مقولة وهذه المقولة ينقضها بعد ذلك، فيروح هذا الشخص يأخذ المقولة بأنها مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا النوع كثير جدا، وكثير من الذين يدخلون في مجال النقد أحيانا لا يفرق بين مقالات الكاتب الذي يريد أن ينقده وبين المقالات المنقولة من الكاتب عن آخرين. فهذه على كل من الأشياء المهمة جدا فيما يتعلق بالثلاثية، اللي هي ثلاثية الدليل وثلاثية كذلك التثبت والعدل. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول أيضا يعني فيما يتعلق بالدليل اللي هو ما يمكن التوصل به بصحيح النظر إلى المقصود وإلى المطلوب. فهذه الثلاث أشياء لا بد إن شاء الله من مراعاتها في عملية النقد عموما. يعني بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب، وبه إن شاء الله تعالى نختم لقاء اليوم من الأهمية والأخذ بالدليل ومراعاة العدل، وكذلك التثبت فيما ننقله عن المنقود، وذلك حتى إن شاء الله تعالى يكون لهذه الأمور مرتكزاتها وتحقق مقاصدها فيما نصل إليه
الوقوف على الحقيقة والأخذ بالحق، فهو يعني هو أيضا كما بين الشيخ أنه من القواطع التي نسعى إليها أن قضية الحق تكون حاضرة بإذن الله تعالى وفق هذه الأسس. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. نشكر لكم حسن اللقاء والاستماع والفائدة، كما نشكر فضيلة الشيخ على ما قدمه لنا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.